ده جالي على اللايف فيديو اللي انا عملته عن زتونة الكارير شيفت اللي بشارك فيه خلاصة الدروس المستفادة في 10 سنين شغل جربت فيهم 3 مجالات. بتكلم عن ازاي تكون مميز في اي مجال جديد انت هتخش فيه حتى لو بتبتديه من الصفر، خصوصا جوكر او متعددي الشغف او ان الشخصيات دي بتعرف تستقر على فكرة في مجال معين وتبدع فيه. مشكلة الجوكر الحقيقية مش ان هو يستقر في حتة معينة، هو مشكلته الحقيقية في المساحة او الحرية، او انه هو يكون بيقدر يبراكتس المهارات الكتير اللي عنده. المهارات اللي عنده دي عاملة زي العضلات كده، لو انا دربت العضلة دي فهتبقى قوية وهتنمو، لو انا سبتها ورميتها تماما هتضمر، ومش بس هتضمر، ضمورها ده هيوصل لي احساس ان كأن في جزء مني بقى ملوش لازمة. فالشخص ده بيحتاج مساحة حرية ان هو في مكان المؤسسة اللي هو شغال فيها او الشغل اللي هو شغال فيه، لو هو مع مدير ذكي المدير ده يبقى قاري الشخصية اللي معاه ويحطه في اماكن متنوعة كأنها كده اماكن بتاكتيفيت او بتفعل المهارات الكتير اللي عنده. طب لو المدير بتاعي مش قاريني، انا بعرض نفسي وبقول والله يا جماعة انا بعرف اعمل 1 2 3 4. الفكرة في الجوكر ان هو بيلاقي حتة يقعد فيها فتره معينه. انا بقالي 3 سنين ما بعملش حاجه غير الجزء بتاع الدعم النفسي، الكوتشنج والارشاد ومشتقاته، وحاليا في الثيرابي. ولكن مع ده انا عندي مساحه اني اكون مهاره عضله الاي دي او الانستراكشنال ديزاين دي، فانا اللي بصمم كل البرامج بتاعتي اللي بتطلع كتصميم تعليمي. جزء التريننج اند فاسيليتيشن انا اللي بشرح الحاجات دي. فانا عندي حاجه واحده اهو مركزه فيها وشاطره فيها وبعملها، بس في نفس الوقت عندي مهارات تانية ببراكتس عليها كل حين واخر. فهو الموضوع كده ان انا بلاقي مجال انزل فيه اداك ديبر فيه وابقى شاطر فيه، بس في نفس الوقت ما بنساش الحاجات التانية اللي عندي. كل فتره بروح اعمل حاجه من الحاجات اللي انا بحبها بتملاني وبتخليني مور فولفيلد، وفي نفس الوقت العضلات بتاعتي دي مش بتضمر ولا بتموت.